تمتهن الأنس الأدب كأن تسبح في فضاء غير مختلف بل معد لها. هي تضيف للأدب معان أخرى من خلال إسقاطها لإحساسها الأنسوي الخاص، فتصبح بذلك تجربة التحبير الأدبي أكثر إغناءً. ولتقشيع الرؤية أكثر عن علاقة الأنثى بالأدب، نلتقي مع المرأة الشاعرة والأديبة نارين عمر في حوار ضمن منتدى هيفي الثقافي على أثير راديو هيفي FM. فأهلا بك. بداية حبذا لو نتعرف على نارين عمر الإنسانة وثم الأديبة. أهلا وسهلا فيك أستاذ فرحان وبمنتدى هيفي الثقافي، وأنا سعيدة جدا بصراحة بهذا الراديو، راديو هيفي FM الذي يبث حصرا من ديرك، لأننا كمدينة ديرك كنا بحاجة إلى مثل هذه الإذاعة. نارين عمر سيف الدين، ولدت في ديرك ونشأت فيها وما أزال أعيش فيها، ولعشق لا متناهي لديرك حمكو. فضلت أن أكمل حياتي الثانية الزوجية أيضا فيها. مراحل دراستي 3 أنهيتها في ديرك، ثم التحقت بجامعة دمشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتخرجت في قسم اللغة العربية. بالنسبة لحياتي الشخصية أيضا متزوجة ولي 3 بنات، داستان وسازين وشيرين. نشأت في أسرة محبة للأدب، للثقافة، للفن، حتى للفن. فتحت عيني منذ الوعي الأول على مكتبة في بيتي كانت زاخرة بمختلف الكتب المتنوعة، من أدبية، ثقافية، علمية، مجلات، جرائد، حتى اقتصادية. فوجدت نفسي وجها لوجه أمام هذه المكتبة، أمام هذه الكتب. من ناحية ثانية أخي الكبير كان محبا للأدب، محبا للثقافة. هو وأبناء عمي وعمتي وأخوالي وخالتي كانوا يجتمعون في بيتنا، وكانوا من أوائل الجامعيين في ديرك في بداية السبعينيات. يعني أخي عادل كان يدرس اللغة العربية وقتها في بداية السبعينيات، والآخرون أيضا. وكان كل يوم، يعني أستطيع أن أشبه بيتي حينها في بداية السبعينيات وحتى الثمانينيات والتسعينيات بصالون أدبي وثقافي كان يجتمع فيه خيرة شباب ديرك ورجالها من سياسيين وكتاب وأدباء وما شابه. فهذا الشيء أثر في كثيرا، جعلني أندفع نحو الأدب، نحو الكتابة من دون إرادة. ولكن الذي شجعني على أن أدخل إلى عالم الأدب والكتابة كانت أختي المرحومة بري خان، وكنا نسميها بري. حينما لاحظت عشقي وولعي بهذه الجلسات، بهذه الحوارات التي كانت تجري بين هؤلاء الشباب، هؤلاء الكتاب والأدباء والسياسيين، شجعتني على أن أدخل إلى هذا العالم. فعلمتني القرآن، قالت حينما تتعلمين القرآن ستقوى لغتك في العربية. وهي لم تكن تتقن لا الكتابة ولا القراءة، ولكن كانت تتقن الأبجدية الكردية، فعلمتني الأبجدية الكردية وحثتني على أن أقرأ لكبار الكتاب. يعني أنهيت المرحلة الابتدائية ودخلت المرحلة الإعدادية، كنت أقرأ لجغرخوين، سيداي تريش، لأحمدي خالي، لملاي جزري، لحامد بدر خان، ومن ثم الكتاب الآخرون أيضا. ما هي أول شذرات الكتابة لديك؟ كانت عام 1980 حينما رحلت أمي، حينما ماتت أمي كنت في الصف السابع. كتبت عنها في رثائها يعني خاطرة، كلمات. حينما قرأت لأختي وكانت بالعربية، رغم أنها كانت بالعربية، فأختي بريخان حينما سمعت هذه المقطوعة، هذه الخاطرة، شجعتني أكثر. قالت أنت مشروع كاتبة. وبدأت من هنا، كانت تشجعني، يعني زرعت في بذور الأمل، بذور الإرادة والقوة التي أعيش حتى الآن بها، على الرغم من الظروف القاسية والصعبة التي مررت بها شخصيا ومرت بها أسرتي. يعني تعتبرين لجوءك إلى الكتابة هو أمل؟ أمل، نعم، أمل. يعني الكتابة جعلتني أتشبث بالحياة، أستمر في الحياة، أعشق الحياة، لأنني كنت أترجم كل ما أعيشه وتعيشه أسرتي من خلال هذه الكتابة، من خلال هذه المشاعر، الأفكار التي كانت تردني.
وكيف يمكنك أن تجمع بين ثنائية المرأة الأم الزوجة وبين المرأة الأديبة؟ وأي من طرفي هذه المعادلة أكثر تأثيرا في الطرف الآخر؟ المرأة قادرة على الجمع بين هاتين الثنائيتين إن أرادت ذلك من خلال تنظيم وقتها ومن خلال التفرغ أو تخصيص وقت للأسرة وللكتابة أيضا. ولكن هناك أمور أهم للمرأة، عليها أن تكون أصلا مهيئة ومستعدة لأن تلج عالم الأدب الكتابة. عليها أن تكون ممتلكة لأدوات وطقوس وفنون الأدب وفنون الكتابة لكي تستطيع أن تلج إلى هذا العالم. بالنسبة لي كنت أكتب منذ طفولتي ومنذ صبايا وشبابي ومنذ أكثر من 30 سنة وأنا أكتب. حينما تزوجت لم يكن هذا العالم غريبا علي، يعني كنت ملمة بشكل واسع بفنون وطقوس الكتابة والأدب وهذه الأمور كلها. من ناحية ثانية أبو الأولاد هو طبعا رفيق طفولتي ورفيق عمري، شجعني كثيرا، رضوان رمو علي باغي داستان شجعني وكان خير رفيق وصديق لي في متابعة مسيرتي. لذلك لم أجد أي صعوبة في أن أتابع الكتابة وأتابع حياتي الاجتماعية، فخصصت وقتي من جديد ونظمته، فأعطيت الأسرة حقها والأولاد حقهم والزوج حقه والأدب والكتابة أيضا حقهما. ما يخص الكتابة، هل كنت تكتبين بشكل فوضوي بداية؟ لا، لأن أختي بريخان كانت يعني أنا دائما أشبهها بملكة النحل، كانت دقيقة جدا في حياتها، كانت نظامية في حياتنا، فعودتنا أن ننظم وقتنا. يعني الآن حتى الآن كل ثانية أستغلها من حياتي، يعني كل دقيقة كل ثانية هكذا علمتنا، فكانت نظامية جدا وحياتنا كانت نظامية لم يكن فيها فوضى، لذلك لم أكتب بشكل فوضوي. سيدة نارين، أن تكوني كاتبة وشاعرة يعني أن تقيمي بمعنى ما كل ما حولك من ظواهر، وأنت نفسك تكونين تحت المجهر ذائقتك الأدبية، فما مستوى النقد الذي يمكن أن تمارسيه على شخصك في هذه الحالة؟ في الحقيقة أرى أن كل شخص حين يود الولوج إلى أي عالم، كان عالم الكتابة، الثقافة، السياسة، العلم، الاقتصاد، عليه أن يكون هو الناقد الأول على نفسه. لذلك منذ دخولي إلى هذا العالم بدأت أمارس النقد على نفسي، يعني أي نص أدبي، قصة أم مقالة أم رواية أم قصيدة شعرية، حينما أكتبها لا أنشرها على الفور إلا في حالات نادرة، إلا إذا اقتضت الضرورة. أقرأها عدة مرات وأعتبر نفسي قارئا لهذا النص وليس كاتبا له. قد أحذف شيئا، قد أضيف أشياء أخرى، ومنذ بدايتي وحتى الآن اعتدت أن أكون ناقدا قويا وجبارا على نفسي، وحتى بعد أن أنشر المادة أيضا أقرأها كقارئ فأستفيد من أخطائي وأستفيد من الأمور المفيدة أيضا فيها. وكيف تقدرين على الانتقال من جنس أدبي إلى آخر بالسوية العالية من الإحساس ذاته؟ كيف تحملين أشكال تعبيراتك معك وتنويعاتها عند الانتقال، وهذا الانتقال المضني والشيق في آن معا؟ نعم، أنا شخصيا لا أجد أي صعوبة في عملية الانتقال هذه، سواء كانت قصة في كتابة قصة أو مقالة أو دراسة، لأنني أخضعه منذ اللحظة الأولى لميزان مشاعري وأحاسيسي وإلى جانب تفكيري أو أفكاري ووجداني. وهذه العملية أجدها سهلة جدا بالنسبة لي، ربما لأنني أعشق الأدب، أعشق الكتابة، ربما يكون هذا السبب. وأي شخص إذا وجد في نفسه القدرة على الكتابة في أكثر من جنس أدبي، أكثر من نوع أدبي، يستطيع، ولكن بشرط أن يكون متمكنا من كتابة أو ولوج عالم هذا الجنس الأدبي أو الكتابي. يعني العملية بسيطة وسهلة. ومثلا إذا أتينا، وبالنسبة إلى التعبيرات المتنوعة،
أعتقد أن التعبيرات أو التعابير تختلف أحيانا من جنس إلى آخر أو من نوع إلى آخر. فمثلا حينما أكتب قصيدة شعرية علي أن أستخدم عبارات تختلف عن كتابة قصة أو كتابة مقالة. حتى المقالة أنواع، هناك السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية. أنت تحتاج إلى مشاعر، إلى تعابير، إلى أمور مختلفة ومتباينة بين هذا الجنس، بين كتابة هذا الجنس والجنس الآخر. كما قلت أنا لا يعني أستطيع بكل سهولة أن أتواءم وأتأقلم مع كل جنس أكتب فيه. وكيف تضبطين إيقاع الإحساس لديك حينما تخرجين من عالمك الموضوعي الاعتيادي إلى الوجدانيات في عالم الكتابة؟ أعتقد أن هذا متعلق بالصداقة الحميمية التي تربط بيني وبين القلم من جهة وبين الكتابة من جهة أخرى. يعني أشرت في أكثر من مرة إلى أن القلم هو الصديق الصدوق إلي، وكذلك الكتابة هي الصديقة الأخرى. وهما اللذان جعلاني أستمر بهذه الإرادة والانفتاح على الحياة منذ بداياتي وحتى الآن. وسر صداقتي معهما تنبع من الإخلاص والوفاء المتبادلين بيننا. القلم يعرف أنني أرويه من دم قلبي وكوثري فكري وشعوري، والكتابة تعلم أن يسقيها وطعمها من خالص فكري ووجداني. لذلك منحاني وما يزالان إيقاعا متناغما حسيا وفكريا. وأنت تكتبين، هل يتحكم المكان بقلمك وأحاسيسك أم أنت من تفرضين رغبة الكتابة لديك عليه؟ لا، المكان لا يفرض علي شيئا ولا يتحكم بقلمي ولا بمشاعري. أعتقد نحن يعني أنا والمشاعر والأفكار نتحكم بالمكان، لأنني أستطيع أن أكتب في أي زمان ومكان كان. يعني مثلا حينما قبل أنام أعتقد أن أضع القلم والدفتر تحت المخدة. يعني قد أفيق في ساعات متأخرة من الليل وأنا نائمة على فكرة فأكتبها. في الشارع، في المدرسة، أحيانا أشرح الدرس للطلاب فجأة تأتيني فكرة فأكتبها. في المطبخ عندما أطبخ القلم والدفتر عندي. ولكن إذا أردت أن أخوض في أي موضوع لحد الآن أستطيع أن أكتب فيه. يعني أي قصيدة أستطيع أن تطلب مني موضوعا أن أكتب قصيدة، أن أكتب مقالة، وأيا كان نوع هذا المقالة. وهناك كمثال يعني عندما رحل الفنان الكردي الكبير الأرمني والكردي آرام دكران، اتصل معي الأخ حفظ دوغان وأخو دلو دوغان الفنان الكردي، قال دلو في ألمانيا الآن ويقول اتصلي بنارين عمر ويجب أن تؤلف كلمات لأغنية عن دكران من الآن حتى يوم غد تكون الكلمات جاهزة واللحن جاهز. ففي نفس الليلة كتبنا الكلمات واللحن وبعد أيام غناها دلو دوغان. هذا يعني أن الوحي الكتابة تحت الطلب عندك؟ أعتقد ذلك. أعتقد أن الوحي تحت الطلب لدي وأستطيع أن أتحكم به. نصل بك الآن إلى الشعر وقراءة من وحي قصيدة تختارينها لنا في هذه الفسحة. القصيدة بعنوان رحيل شريان. أنا شاطئ تلهو على راحتيه أحلام صغيرة، جذوة لهو يتسابق الصغار بارتوائها تيمنا برونق قوس قزح. خريطة هي نفسي أينعت فيها شتلات الحب والود، من أقصى الوداد إلى أقصاه. مائدة من سورة المائدة استل منها القديس رتائم ورعاه. لا تسلني عن خطأ ارتكبته راحتي، كل الأنامل تتصافح لحظة الطلاق. لم أخترك الوتين شاء مع الفؤاد، اختارك اسما مجنون المعنى، صيرك كلمة شاردة الحروف، نغما ثمل الإيقاع، أسكنك في قارورة الزمن، أو مآل العمر أن يروض زحف المنية من جدران الحارات القديمة. احتفت بك كل شرفات الزمن، طتتك ظنون كالتي عانقت بساط فرعون ونيرون.
عندها أوعز الوتين إلى كل الشرفات أن تعلن الحداد على رحيل شريان كاد أن يسود الباب الشرين. في المحور الآخر من هذا الحوار مع الأديبة نارين عمر نتحدث عن علاقة الأنثى بالأدب، وأسألها: هل تستطيع الأنثى أن تجهش بأحاسيسها الكاملة في نص أدبي، أم أن خطوطا حمرا ما تحول دون ذلك؟ بداية أود أن أوضح أنني لست مع الفكرة القائلة بوجود أدب نسوي أو أنثوي أو أدب رجولي أو ذكوري، لأن الأدب بحد ذاته فن إنساني قائم بذاته، هو طقس من طقوس الوجدان، تتشعب منه فنون وطقوس أخرى كثيرة متنوعة ومتباينة. ولأن المرأة إنسان والرجل إنسان وكلاهما يحمل الفكر ذاته، فالعطاء لا يتوقف على الرجل ولا على المرأة، إنما يتوقف على مدى الإمكانية الأدبية والكتابية والثقافية التي يحملها هذا أو تلك. أما بالنسبة إلى مسألة الخطوط الحمر توضع عند الرجل أيضا في مجتمعنا الشرقي وليس الأنثى وليس المرأة، يعني الرجل أيضا في مجتمعنا الشرقي لا يستطيع الكتابة بتلك الحرية التي يريدها هو أو يريد أن يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. هذا بالنسبة للمجتمع الكردي، ولكن أستطيع أن أستثني مجتمعنا الكردي بأنه منذ القديم وحتى الآن يعني استطاع في كثير من الأحيان أن يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. يعني إذا نظرنا إلى الملاحم، إذا القصص، إلى خاصة الشعر الكردي القديم وحتى الحديث خاصة القديم لا تجاوز هذه الخطوط الحمراء، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالغزل والوصف وحتى الرثاء. وهنا نجد أن المرأة هناك أشعار كثيرة، قصائد كثيرة، روايات كثيرة قيلت على لسان المرأة وهي قد تجاوزت هذه الخطوط الحمراء التي أسميتها حمراء، ما يدل على أن الإنسان الكردي كان منذ بدايته متحضرا ولم يكن ينظر إلى هذه الأمور بتلك النظرة الضيقة. من ناحية أخرى الأنثى تستطيع أن تجهش بأحاسيسها بالحد المسموح له بها وكذلك الرجل، ولكن إذا أتينا إلى مسألة المفردات وأتينا إلى المعاني وقسناها بمفردات ومعاني الشعوب الأخرى في المنطقة، نجد أننا نستطيع بشكل طبيعي أن نعبر عن الأمور التي نريدها ودون أي خوف. حتى أننا اعتدنا يعني المرأة قد هناك أغاني يغنيها الرجل وفيها مثل هذه الكلمات التي نقول عنها إباحية، تأتي المرأة المغنية المطربة تؤدي الأغنية نفسها دون أن تحس بأي شيء. ونحن مستمعين أيضا، ربما نحن المستمعون المشاهدون والشعب الكردي منذ طفولتنا اعتدنا على سماع هذه الأشعار والأغاني والملاحم، لذلك ربما لا نتوقف عليها أيضا. إذن تقولين أنه لم يصدمك أثناء قراءتك لنص أدبي كتبته أنثى أي محاذير اجتماعية، أي حرية التعبير جلية عند الكاتبة الكردية؟ أعتقد ذلك، ولكن كما قلت يعني هي لأن الرجل الكردي، المرأة الكردية يعيش كل منهما يعيش ضمن مجتمع شرقي، ونحن الكرد مع الأيام أصبحنا جزءا من هذا المجتمع الشرقي، لنا عاداتنا لنا تقاليدنا، فهم لا يتجاوزون كثيرا مثل هذه الأمور، ولكن هناك كتاب وكاتبات يكتبون بكل أريحية. هل تقبلين أو تفضلين بالأحرى قراءة نص شعري بقلم وإحساس أنثى على نص مماثل لرجل شاعر؟ ما الذي قد يميز النصين؟ لا أجد أي تمييز بين النص الذي يكتبه الرجل
ولا الذي يكتبه المرأة. كما ذكرت قبل قليل، النص الجيد، النص المتقن هو الذي يكتب بمشاعر صادقة، بأفكار متناسقة، بمعاني مفهومة واضحة مؤثرة في النفس والقلب والوجدان. من كان كاتبه أعتقد لا يهم رجلا كان أم امرأة. ومن جانبه الرجل، هل يقبل أن تبرز المرأة الشاعر عواطفها في القصيدة الشعرية إذا كانت قريبة اجتماعيا منه، وهو الرجل الشرقي الغيور على فستانها من الهوى الطائر كما يقال؟ وهل يختلف الأمر مع الشاعرة لا رابط اجتماعي معها؟ أيضا أعتقد أن هذا الأمر تابع وعائد إلى طبيعة هذا الرجل الكردي. يعني إذا كان هذا الرجل يتقبل مثل هذا النص الشعري من هذه المرأة سيتقبله، سواء كانت المرأة قريبة منه أو بعيدة. وإذا كان رافضا لذلك سيرفض النص جملة وتفصيلا. المرأة سواء كانت أيضا قريبة منه اجتماعيا وعائليا وأسريا أو كانت بعيدة سيرفضها، وربما ينتقدها ويلعن هذا النص وكاتب هذه النص أيضا، هذا النص عفوا. نعم، برأيك أين موقع المرأة الكردية على الصعيد الثقافي مقارنة بمثيلاتها في المجتمعات المحيطة بها؟ المرأة الكردية أستطيع أن أقول أنها خلال السنوات التي سبقت الأحداث الأخيرة التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط وبمنطقة كردستان بشكل خاص، أقصد قبل 2011، استطاعت المرأة أن تثبت ذاتها في الخريطة الأدبية والثقافية وحتى السياسية أيضا، بجهودها، بإمكانياتها، بالظروف الصعبة التي مرت بها. نعم، هي كافحت وناضلت واستطاعت أن تثبت ذاتها وتكون ندا للرجل. ولكن بعد هذه الأحداث ظهرت أسماء كثيرة من النساء والرجال، خاصة من النساء. يعني أستطيع أن أقول لك بعد 2011، منذ 2011 حتى الآن، أستطيع أن أقول أن كل كردي، رجلا كان امرأة، صار شاعرا، كاتبا، سياسيا، مثقفا، قياديا وقائدا. لذلك أرى أن حينما نأتي ونقوم أو نقيم واقع المرأة الثقافي الآن أو الأدبي أو الكتابي الآن سنجد صعوبة في ذلك، فيجب أن يدرس قبل عام 2011. هذا رأيي الشخصي. وهذه الأحداث أتمنى أن تنتهي بأقرب وقت لكي تنتهي أزمتنا أو مأساتنا الأدبية والكتابية والثقافية أيضا. وهذا الكم الكبير من الأسماء، هل ذلك علامة سيئة أم علامة حسنة؟ أعتقد أنها سيئة. يعني إذا كان كل كردي شاعر وكاتب ومثقف وسياسي، أين كان هؤلاء قبل هذه الأحداث؟ وهناك أشخاص يعرفون أنهم لا يعرفون، ورغم ذلك يعني هم يجدون أن الأدب للتسلية وقضاء الوقت، الكتابة كذلك، ويشكلون ويلتحقون بمنظمات المجتمع المدني ويشكلون اتحادات وجمعيات يجدون أنها للتسلية وليس لخدمة المجتمع الكردي ولا الأدب الكردي ولا الكتابة الكردية. أعتقد أن معظمهم لا يود أن يخدم الشعب الكردي أو المجتمع الكردي. هم يريدون فقط أن يبرزوا ذاتهم ويبرزوا شخصيتهم ويقضوا وقتهم. والمرأة خاصة تريد أن تقول لجارتها، لصديقتها، لبنت من بنات عائلتها أنني مثلك أو أفضل منك أيضا. إذن هنا تتهمين الكتاب الجدد؟ ليس الجدد الذين ظهروا بعد 2011. يعني هناك من استمر، هناك كتاب كانوا يكتبون منذ سنوات واستمروا بالكتابة، ولكن هناك أشخاص، لا أقول كتاب، أشخاص ظهروا على الساحة
دخلوا عالم الشعر قالوا نحن شعراء، ودخلوا الكتابة قالوا نحن كتاب، ودخلوا الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني قالوا نحن نشطاء سياسيين ونشطاء في مجال حقوق المرأة والطفولة و تقصدين تطفلوا على الكتابة؟ تطفلوا، نعم، وليس على الكتابة فقط، على كل شيء، تطفلوا على كل شيء. ولكن أنا لا أجد أن هذا الأمر يعتبر من الظواهر غير الصحية. يعني هذا أمر طبيعي في كل مجتمع، عندما تحدث ثورات، تحدث انتفاضات، تحدث أحداث أو أزمات، نجد أن المجتمع كله ينهض ويتوجه، ربما يخوض في مجالات لا علاقة له به، ولكن مع الوقت سيجد أنه غير مهيئ لهذا العالم، وسوف يعرف المجتمع من هو الكاتب الحقيقي وغير الحقيقي، الناشط الحقيقي وغير الحقيقي، السياسي الحقيقي وغير الحقيقي. هل هناك بوادر لهذا الفرز؟ حاليا لا، حاليا لا أجد، لأننا في عمق الأزمة، ما زلنا نعيش في عمق الأزمة، في عمق الأحداث. وربما في العام الجديد، أعتقد في العام الجديد هناك بوادر هذا التنبؤ، لأن هناك ربما حل للأزمة السورية، فأعتقد أن هناك بوادر، أو هناك كتاب وأدباء كرد كانوا يكتبون قبل سنوات، الآن أحسوا أن هناك هضم لحقوقهم، فبدأوا ربما يجتمعون، بدأوا يحاولون أن يغربلوا هؤلاء أو يضعوهم في غربال الأدب، غربال الكتابة وأمور أخرى، ربما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. يعني لدي بعض التفاؤل في بعض الأشخاص ولست منهم، وهذا الذي أنا لست منهم على الساحة الثقافية هو نتيجة لهذا الأمر الذي يتحدثين عنه، إن الكتاب الذين كانوا يكتبون قبلا يشعرون بشيء من الغبن، نعم. فيما هناك فئة تطفلت نعم. على الواقع الثقافي نعم. الكردي، وهذا التناقض هو الذي نتج عنه كل هذه الخلافات وهذه الصراعات نعم. التي تحدث. نعم، لأن هناك أمر، يعني أنت الآن ككاتب، فرحان كلش هو كاتب وشاعر ويكتب منذ سنوات، وهو يكتب بهدوء وخطى ثابتة. أنت الآن كاتب وشاعر، وتجد أن عندما تكتب، عندما تنشر حتى اجتماعيا، عندما تتحدث في أي مجلس في أي مكان، أنت حذر في كلماتك، حذر في مقالاتك، حذر في منشوراتك. لماذا؟ لأنك كاتب ولك اسم في الوسط الأدبي والكتابي الكردي. بينما هؤلاء المتطفلون ماذا يفعلون؟ أي واحد منهم يأتي ليس له تاريخ أدبي ولا كتابي ولا ثقافي ولا سياسي، هو يريد أن يسبق الزمن، هو بخطوات ضوئية يريد أن يسبق الزمن ويكون هو كل شيء ويتقدم إلى الأمام. يريد أن يلغي شخصا اسمه فرحان كلش مثلا. مع الأسف الشديد هناك جهات في مجتمعنا الكردي يحبذون هؤلاء الأشخاص. يعني هو إنسان ليس لديه ماضي وليس لديه حاضر، ليس لديه إمكانيات، لذلك هو أستطيع أن أسميه بالاستغلال والانتهازي. يستطيع أن يستغل أهله وأسرته ويدوس عليهم ويدوس على رفاقه وأصدقائه في سبيل أن يصل إلى الغاية التي يسعى إليها. يعني الغاية تبرر الوسيلة لديه. لذلك هناك مجموعات أو جماعات في وسطنا الكردي دعموا مثل هؤلاء الأشخاص وأبرزوهم للساحة. فأحس الكاتب الحقيقي، أعتقد الأديب الشاعر، أن هناك كما قلت غمرا في حقهم. الآن يعني ربما يضمدون جراحهم ويحاولون أن يجتمعوا، أن يعودوا إلى ذاتهم ويبحثوا أو يجروا عملية غربلة وتدقيق وتمحيص للواقع. وأتمنى أن ينجحوا في ذلك، أتمنى حقا. تقولين في حوار معك: الكاتبة الكردية مثل أي كاتبة تكابد روحها من صور عدة للمعاناة.
ولكن عند مقارنتها بمثيلاتها نألفها مأساوية لدرجة يرثى لها. برأيك من أين تأتي هذه المأساوية؟ نعم، أعتقد أنني قلت هذا الكلام قبل 2011، قبل هذه الأحداث. نعم، وقتها كانت المرأة الكردية تكابد وتكافح. لماذا؟ لأن المجتمع لم يكن مع هذه المرأة. كانت تجد أن أي امرأة تكتب في أي مجال، كان في القصة، في الشعر، في الرواية، في أي شيء آخر، أنها إنسانة تقضي وقتها أو تمضيه في أمور تافهة وفارغة. وأحيانا كانوا يتهمونها بالمعقدة نفسيا واجتماعيا. ولم يكن هناك أو لم تكن هناك أي جهة تدعمهم. فأي امرأة خاضت عالم الكتابة والأدب كان بمجهودها الشخصي على الأغلب، بشكل عام كان بمجهودها الشخصي. ولكن وكما قلت يعني أكثر من امرأة أتذكر كانت تقول لي: نارين لماذا تكتبين، وما لك والكتابة والشعر وهذه الأمور، هناك الفروع الأمن أو فروع أخرى. حينما تدخلين السجن، فإن المرأة حينما تدخل السجن حتى لو لم يلمسها أحد وتخرج من السجن فإنها ستكون متهمة وستكون عارا على أهلها وبيتها وزوجها. فلماذا تفعلين ذلك؟ وأنتم النسوة الذين أو اللواتي تكتبن، لماذا تفعلن ذلك؟ ما فائدة الشعر؟ ما فائدة الكتابة؟ ما فائدة هذه الأمور؟ وحتى الرجل أيضا، يعني منذ التسعينيات وحتى الآن شكلنا عدة جروبات ومجموعات أدبية وثقافية هنا. يعني كنا نعقد جلسة أو أمسية ثقافية أو أمسية أدبية، وحتى في أمور اجتماعية أيضا. لم يكن يحضر إلى هذه الأمسيات أكثر من 10 أو 15 شخص. متى تصبح الثقافة هوية لإنسان ما، كأن يشار عليه بالقول هذا إنسان مثقف؟ الثقافة مع الأسف الشديد شعبنا الكردي كجزء من شعوب منطقة الشرق الأوسط والأدنى أو العالم الثالث المعروف ببساطته وسذاجته وتخلفه، يفهم كلمة الثقافة مع الأسف بشكل خاطئ. كلمة الثقافة لغة هي المثقف والحاذق. ثقافة بمعنى حذقة، والحاذق هو الماهر. يعني الإنسان المثقف هو الإنسان الماهر. اصطلاحا هو الشخص الملم. يعني المثقف يجب أن يكون ملما بمختلف العلوم والفنون والآداب، وإن بنسب متفاوتة. يعني ليس بالضرورة أن يكون كل شخص شاعرا المثقف، ولكن من الضرورة أن يكون ملما بفنون وطقوس هذا الشعر وأوزانه وضوابطه. ليس بالضرورة أن يكون سياسيا، ولكن عليه أن يكون ملما بالسياسة، بالاقتصاد، بالعلوم، بكل الأمور. إذا كان ملما بهذه الأمور ومتمكنا في الخوض فيها في أي مناسبة وفي أي مجلس وفي أي حوار، بإمكاننا أن نسميه مثقفا، بإمكاننا أن نسميه مثقفا. ولكن اعتدنا أن نطلق كلمة مثقف على شخص يحمل شهادة بكالوريا أو الجامعي أو فلان أو المتحدث اللبق. هذا ما نسميه. أو حتى في أحاديثنا في جلساتنا نجد أن الشخص يأتي يقول: نحن كمثقفين، أنا كمثقف، وأنا المثقف، ونحن مثقفين. يعني أصبحت الآن كلمة دارجة. يعني حينما لا تقول لهذا الشخص أنك مثقف ربما يزعل منك ويغضب عليك أيضا. وتفرقين هنا بين المتعلم والمثقف. نعم. هم لا يفرقون. نحن مجتمعنا الشرقي بشكل عام والكردي لا يفرق. مع الأسف مع تقدم العلوم والتكنولوجيا هذه الثورة الهائلة في كل الأمور في كل المجالات، ما زلنا لا نفرق بين المتعلم وبين المثقف. ومن أين هذا الخلط؟ هذا الخلط أعتقد من الشخص نفسه.
والمجتمع أليس له دورا؟ لأن الفرد هو نواة المجتمع، فأنا فرد أنت فرد، كلنا أفراد نشكل نواة هذا المجتمع. فلو علم كل واحد شخصه ودرب نفسه ودربه على أن هناك فرق واسع وشاسع بين كلمة المثقف والمتعلم، لا خرجنا من هذه الإشكالية. هل هذه صفة المثقف يجب أن تفرح الموصوف بها، أم أن عبئا إضافيا يلقى على عاتقه؟ لا أعتقد أنها يجب ألا تفرحه، لأن أقولها بكل وضوح وقلتها لعدة مرات. مجتمعنا الكردي مع الأسف الشديد لا يتضمن إلا على قلة قليلة من المثقفين. يعني المثقفين الحقيقيين أو المثقفون الحقيقيون قليلون جدا في مجتمعنا الكردي، يعني طبقا المواصفات التي ذكرتها. فأعتقد حينما نقول عن شخص مثقف يجب أن لا تفرح هذه الكلمة، وحتى لو أفرحته يجب أن تحفزه إلى أن يصبح فعلا شخصا مثقفا. الشعر هوية النفس البشرية نلجأ إليه حين اشتداد الكوابد علينا، فحبذا لو نسمع قصيدة أخرى. أبهربستها بكردية ناوي شوا سرسري شبك بر سرسري قربو بتولازي بمن شردا نخرج بوم از نسغلم بوم تنيما بوم بواندردا گوهي راستي زمازمكر مجان كي چاف كتن سردا جنشكاني ورنگ رنگ هات تليفوني زمين بردا ألو باشم تهر ساغبي بفي هاوي خبر دردا أزم دلجان تشاواني تأزهشتم فنا نردا نمي نم أز تأهجش بي بلا بمرم وكي مردا بوي دنجي كسر رفيان قياني من كري فردا كتم باغي أبين داران غلام رنگي سبي زردا سيامندو خجي هاتن لقل شيدا وجو مردا جگر خنبان ذكر كحلا كچا خالي خوشي فردا حليم جاني تنور دادا أميني جان دهم بردا علو شيخاني فيندار لفاطم خوش السلاف بردا مميزيني بكن بوري ستي آور لتاج وردا فقي طيران بناليني فراندن طيركن أردا هنرمند محمد شيخو ديارك الراس ديا كردا مرادا محمد آغي دلك فيندا روبهر وردا بخيرتي قل بهارا خان أبي نادل بلزقردا رعوف دلدار سرود ساسكر جبو ناقا زيهو نردا أيازو أرد ونهاتن خما تحسين هما فردا تليفونا تبا سربو بدنجي ذل رعن بردا. لكل إنجاز شكل من السعادة يرافقه، ما شكل الفرح الذي يلازمك وأنت تنجزين عملا أدبيا ما؟ في الحقيقة شكل الفرح الذي يلازمني يأتي وفقا للإنجاز الذي أحققه، ولكن عموما أشعر بالخوف، بشيء من الخوف والرهبة كلما أنجزت عملا، خاصة حينما ألقى عليه الثناء والتقدير، لأنني أحس أن هذا الأمر يتطلب مني تواضعا أكثر وقربا أكثر من مجتمعي ومن قضايا مجتمعي وشعبي. مسودات كتاباتك كيف تتعاملين معها؟ هل تحتفظين بها مدة طويلة؟ نعم، أحتفظ بها لفترات طويلة، وهناك
المسودة التي كتبتها أو مسودة الخاطر التي كتبتها لأول مرة منذ عام 1980 محتفظة بها لحد الآن. وحينما تعيدين قراءتها ماذا تكتشفين؟ أكتشف أنني كنت في بداياتي وكنت وقتها مندفعة وأعتبر نفسي كاتبة حينها، ربما أضحك. نعم. الهدوء المكاني هل هو شرط من شروط الكتابة؟ لا، هدوء المكان أو ضجيجه لا يدخلان ضمن شروط الكتابة الذي إطلاقا. يعني أستطيع الكتابة في أي زمان أو مكان وفي أي جو، هذا أو صاخب. المأساة هل تعتبرينها أما للإبداع أم مفرملة له؟ لا، بكل تأكيد المأساة هي دعامة من دعائم الإبداع، ولكن دعامة موازية للفرح، للسعادة، لأي شيء آخر. ما لون حبر القلم الذي ترتاحين إلى الكتابة به؟ وهل لذلك تأثير ما على توارد الخواطر لديك؟ لا 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 يهمني لون حبر القلم الذي أكتب به. حينما تأتيني الفكرة أستطيع أن أكتب بأي لون، بقلم حبر أو ناشف أو أحمر أو أزرق أو أي لون آخر. الشعر نعود إليه مرة أخرى. ما رأيك أن نقرأ قصيدة تختارينها لنا؟ دلي تلي من دلبي بيريا سلاوا دستي تجريا سيبرا من طافارو جي سينور رنجين دلاف برا من وتدا دتشينن لي هيفان أفدار بهساني وان دهرفيني مالزاروك أزدرباسي مالزاروكا دايكا خبوم جنوبا مقوت جيان شقاس خشورندا. حتى تجد الكاتبة الكردية موقعها الطبيعي في اللوحة الثقافية الكردية، الأمر يتطلب كفاحا وكسرا لأسباب مأساة الكرد كشعب. ماذا تقولين؟ لا أعتقد أن ذلك، يعني كما قلت المأساة ليست شرطا من شروط الكتابة. المرأة الكردية كأي إنسان، كأي رجل، إن كانت تملك القدرة على الكتابة بإمكانها أن تكتب وتنشر وتعبر عن مكنونات نفسها وروحها وعن لواعجها وما تخبئه ثنايا نفسها بكل أريحية وبكل هدوء. فلا أعتقد أن المأساة هي هذا السبب الكبير في الإبداع. المرأة الكردية كما قلت إذا أرادت أن تكون كاتبة حقيقية، شاعرة حقيقية، سياسية حقيقية، ناشطة حقيقية، عليها أن تخوض هذا العالم أو هذه العوامل بثقة. هذه الثقة من أين تأتي؟ من إلمامها بمثل هذه الفنون وهذه الأجناس الأدبية أو الثقافية. تكتبين للصغار الشعر والقصة، ماذا في هذا المجال؟ نعم، أكتب القصة القصيرة جدا والقصيرة والقصيدة الموزونة أيضا، ونشرت في بعض المواقع، ولكن منذ شهرين تقريبا أو 3 أشهر تنشر بعض هذه القصائد في جريدة كليلكين ولاط، وهي جريدة للأطفال تابعة لجريدة ولاط المعروفة على الوسط الثقافي. وكذلك تكتبين القصيدة الغنائية؟ نعم، القصيدة الغنائية أيضا أكتبها، وأول قصيدة غنائية غنت لي كانت في عام 1995، وبربان السمي هو أول من غناها. وتعاونت مع الكثير أو معظم أو كل فنانين ديرك، بدءا من الراحل جمال السعدون ورون جزراوي، آزاد فقة، فوزي علي، مروان شرو وكلهم، وجوان صبري ودلودوغان الفنان الكردي، والآن هو موجود بألمانيا. وكان بيني وبين الموسيقار الكردي الكبير فقيه طيران المشروع قصيدة مغناة، وأيضا الفنان زبير صالح أرسلت له كلمات بعض الأغاني. نعم، حبذا لو نسمع كلمة موجزة
لراديو هيفي اف ام ومستمعيها الكرام. مرة أخرى أهنئ نفسي وأهنئ أهل وسكان ديرك على هذه المحطة الصغيرة المتواضعة التي محطة إذاعة هيفي اف ام، والتي نتمنى لها أن تكبر وأن تصبح إذاعة تتجاوز حدودها المحلية وتصبح عالمية أيضا. أشكر كل القائمين على هذه الإذاعة صغارهم وكبارهم، لأنهم يقومون بهذه الجهود الجبارة بإمكانات متواضعة وبأجهزة متواضعة، حبا في الأدب الكردي، في الثقافة الكردية، في السياسة الكردية، في كل ما يتعلق بالمجتمع الكردي وبالشعب الكردي، وأتمنى له كل التفوق والنجاح والعطاء الدائم. أما بالنسبة لأحبتي المستمعين، أتمنى لكل من يحب ويتابع نتاجي، أتمنى أن أظل عند حسن ظنهم، وأشكر كل المستمعين الذين استمعوا إلي أيضا. الكاتبة نارين عمر، شكرا لك على رحلتك الإذاعية معنا على مدار هذه الساعة. أشكرك أخي أستاذ فرحان كلش، وأشكر جهودك وأهنئك أيضا على هذا البرنامج المتميز الذي تحتاج إليه إذاعتكم وكل إذاعة أخرى. أشكر جهودك الجبارة. أعزائنا مستمعي راديو هيفي اف ام، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكان ضيفا الكاتبة نارين عمر.